السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بقى النهاردة ان شاء الله بالفيديو ده هوريكم ازاي شوية القصاقيس دول كانوا هيترموا. هعمل لكم بيها موديل حلو جدا لبنوتة عمرها سنة او سنتين على حسب جسمها. لو جسمها قليل ممكن يلبسها لغاية سنتين سنتين ونص، انما لو يعني الله اكبر عليها ربنا يعني يحميها ممكن يلبسها لسنة او سنة ونص. طبعا هنا انا ما بعرفش انا افكر على معدة فاضية، فلازم كده املى التانك عشان خاطر اقدر اركز واعرف افكر ايه الموديل اللي انا هشتغل فيه. تعالوا هنا بقى، طبعا صلوا وسلموا تسليما كثيرا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جبت طبعا القصاقيس وجبت اكبر حتة فيهم. كانت معايا دي يا جماعة، فبدأت ان انا اعملها زي ما انتوا شايفين كده. والله يا جماعة انا كل ما باجي بصور فيديو انا ما بكونش عارفة الموديل ده هيطلع اخره ايه ولا شكله هيبقى ايه، عشان بس بالامانة معاكم. هنا بدأت ان انا طبقتها كده وقلت هعملها زي كوليش كده، حتة صغننة كده يبقى شكلها حلو ان شاء الله. وبدأت اخد المقاس معايا كده بطول الحتة لغاية اخرها، وبدأت اعلم في الجنبين كده زي ما واضح عندكم في الفيديو. وخدت العلامات بتاعتي وهبدأ كده اخد العلامة للآخر، وهجيب معايا المقص وابدأ اصفي الحتة بتاعتي اللي انا عايزاها. وطبعا لو الفيديوهات لا مش هقول لكم اعملوا دلوقتي اشتراك للقناة وفعلوا الجرس، لا خليكي معايا لغاية اخر الفيديو. ولو شايفة الفيديو يستاهل وافكاري حلوة اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت شايفة ان هي مش حلوة قولي خديها من قصرها واقعدي، بس برضو مش هاخدها من قصرها وهكمل لكم الفيديوهات. وطبعا زي ما انتوا شفتوا هنا خدت المقاس بتاعي من فوق كده، بس انا حسيت ان هو يبقى الوسط بتاعه ضيق شوية، فنزلت بتاع 4 سنتي كمان. ويا جماعة ما تقوليش نزلي مقاسات، لان المقاسات دي انا بعملها على حسب القطعة اللي معايا، فانا معرفش اولادكم اعمارهم ايه. فانتوا يعني تشوفوا حاجة عندكم كده وترفعوا من عليها المقاسات، او لو انتي بتعرفي ترفعي المقاس ارفعي المقاس من عليها. هنا طبعا انا كنت عايزة اعملها كده من الجنب وفي صف زراير، فقلت لأ انا هقفلها وهعملها زي الستولوبيتا كده الاطفالي حمالات كده ويبقى شكلها حلو. هنا طبعا بدأت ان انا اتني معايا الحرف بتاعها. وطبعا اكيد الناس المتابعين بتوعي العزاز عارفين ان انا بعمل الحركة دي عشان خاطر انا ما عنديش مكنة اوفر، فانا عايزة اشتغل الشغل بتاعي يبقى على نضيف. بدأت ان انا هقفل كده اهو الجنب ده عادي هبعته، هعمل بعد ما اخلص الموديل هبعت اعمله اوفر. بس طبعا انا تنيت الحتة اللي فوق دي لان انا هجيب استك كده زي ما انتوا شايفين اللي هو ال2 سنتي، وهبدأ اخد المقاس بتاعي واخد على قد المقاس الوسط اللي انا عايزاه وابدأ اثبته كده معايا. وبعد ما اثبته طبعا افضل اثبت عليه كده بخيطة متينة عشان خاطر ما يفكش مني، وابدأ احطه كده. بصوا من ناحية الخياطة اللي انا خيطتها اهي عشان ايه تبقى شكلها حلو من جوه ما تنسلش، لان القماش ده بينسل يا جماعة. وابدأ امشي على الحرف خالص ما امشيش على الاستك، لان انا عايزة الاستك بعد ما اخلص اوزعه بقى ايه على الحتة كلها، وتبقى الحتة كلها تشريبها واحد، مش حتة فيها تشريب كتير وحتة فيها ايه مفيهاش تشريب، عشان يبقى شكلها حلو في الجيب وتبقى شكلها حلو جدا. هنا طبعا بدأت ان انا امشي على الحرف خالص بطيء جدا عشان خاطر اقدر ان انا اظبط وايه ما اعملش غرز على الاستك ولا الاستك في الاخر ثابت في حتة. وطبعا خلي بالكم يا جماعة والله الحاجات دي بتبقى حلوة وبتوفر علينا كتير جدا. لان الحاجات دي انت لو رحت جبتها من بره هتلاقيها غالية جدا جدا جدا. هنا طبعا خلصت بدأت ان انا اوزع كده الكشكشة في الجيب كلها زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك جميلة جدا. طبعا انا عملت بقى الفيديو كده زي ما انتوا شايفين عشان خاطر تقدروا تشوفوا انا بعمل ايه. هنا طبعا انا بدأت ان انا اتني الجيب من تحت تانيتين جوه بعض كده. طبعا لو انت عندك مكنه اوفر انت ممكن تسرفلي الحاجات دي كلها، او ممكن كمان تقفليها وتسرفلي على الاوفر، وبعد كده ترجعي تركبي الاستك والحاجات اللي انا هعملها التانية على السنجر. وبعد اذنك ما تجريش الفيديو عشان تقدري تستفادي منه وتعرفي ازاي تفكري وترتبي افكارك في تنفيذ الحاجات اللي انت عايزاها، ومش كل شوية تفتحي وتشوفي الفيديوهات. لا انت من كتر ما انت خلاص هتتفرجي بعد كده هتلاقي نفسك بتنفذي موديلات لوحدك من غير اي حاجة تاني. هنا طبعا انا خلصت الجيب
وبدات ان انا بقى ايه اشوف القصاقيس اللي عندي، هبدا هعرف اطلع منها ايه عشان اشوف ايه الموديل بتاعي هيرسى على ايه. فبدات ان انا اشوف الحته دي، لقيتها كده حلوه مربعه حلوه، ممكن اعملها قصه في الصدر وان شاء الله تطلع حلوه. طبعا بدات ان انا اشوف كده معايا الاول، لان انا كنت عايزه اطلع لها حمالات، فكنت هشوف عندي فيه ولا لا، عشان لو ما كانش فيه كنت هطلع من دي حمالات. فلقيت الحمد لله ان انا عندي، فبدات ان انا اقص كده واشوف المقاس بتاعها هيجي على الوسط بتاع الجيب. طبعا الجيب هقسمها على 2 يا جماعه عشان اطلع بس ديت في الجزء الاول في الجزء الصدر بس، انما الظهر هعمل فيه حمال كده خلف خلاف. بدات كده اقص واشوف بالويم كده يا جماعه اهي، وقصيتها صفيتها كده خلاص، قلت الحمد لله دي كده هتيجي مظبوطه عليها. انا بفضل اقص بقليل يا جماعه عشان خاطر لو قصيت حته كبيره هتلاقيها صغرت فمش هحتاجها. طب انا فيها ايه يعني لما اقص مرتين تلاتة طالما انا مش عارفه المقاس يعني. لغايه ما اظبط الحته على الوسط. وهنا خلاص كده الحمد لله يعني قررت ان هي تتظبط. بعد كده هنا قررت ان انا هطلع من دي كده هنا الحزام. قعدت ابص كده واشوف هنا برضو في حته زيها، بعد كده قلت طب ما انا مركبه حته في الصدر فكده خلاص، فالحته دي هيطلع منها 2. ايوه دي اللي على المكنه. فانا خيطتها زي ما انتوا شايفين كده اهو، تنيتها 2. وبدات ان انا اقفل من على الجنب كده خط مستقيم، وهبدا برضو اقفل من تحت كده. هتقولي طب ازاي هتقلبيها؟ بصوا انا هقصها 2 كده يا جماعه، وهبدا اتنيها معايا بالمفك بتاعي اهو. شايفين كأنك بتنضفي بمبار بالظبط، واسهل من البومبار اصلا اهو. يا جماعه والله انا بكون مبسوطه جدا وانا شغاله الحاجات دي، عشقي. عارفين يعني ايه عشقي؟ والله العظيم عشقي عشقي عشقي. وابدا كده امشي كده زي بونت عرض الدوايس عليها كلها، عشان خاطر مش عايزه الحزام ده يلف بعد كده، انا عايزاه يبقى ثابت وشكله حلو، انما لو سبته كده شكله ما بيبقاش حلو. فبدات امشي عليه كده عرض الدوايس يا جماعه اهو. جيت هنا كده اهو تاني دي الحته، بدات ان انا اشوف. بصوا الحته بقى دي اللي انا قصيتها هرجع لها تاني، خلي بالكم يا جماعه. هنا بقى جبت هنا دي الحته دي وقلت اعمل جيب، وانا هسيبه كده وخلاص من غير اي حركات. وقلت اعمل جيب كده صغنن كده يدي شكل ايه في الصدر بتاع الفستان. وبدات طبعا اصفي معايا الجيب كده، وقلت طبعا ايه ده انا هعمله كده، لا خليه ايه ب7 من تحت كده يبقى شكله حلو. وبدأت اجيب كده واشوف الجيب هيتركب فين والمسافة بتاعتي. من كل حاجة بعملها بالوايم يا جماعة يعني بالنظر كده، ولازم أن تكون عيني مرتاحة للحاجة اللي انا بعملها. شفتوا الحتة بقى اللي انا قصيتها اللي هي كانت عشان اوسع بيها الجيبة، الوسط بتاع الجيبة اهي، ارميها؟ لا مش هرميها، هعمل منها كورنيشة مقرنشة في الصدر كده، وان شاء الله هيعجبكم لما تشوفوا شكله. بدأت اتنيها تانية في تانية، بس طبعا بقى كانت التانية في تانية دي كانت صعبة جدا بالنسبة لي، لان هي اصلا الحتة كانت عرضها بتاع 2 سنتي ونص او 3 سنتي، ما كانتش كبيرة. فكنت بتنيها تانية في تانية صغننة خالص رفيعة خالص، عشان خاطر ايه ما ضيعش الحتة دي كلها كده، وعايزاها في الكشكشة تبان. بس كده فضلت اهو بصوا بتني رفيعة خالص. خلي بالكم يا جماعة الخيطة دي عايزة طولة بال طولة بال، ومش الخيطة بس، كل حاجة في حياتنا دلوقتي بقت عايزة طولة البال يا جماعة. هنا بصوا كده خلاص خلصت، وابدأ بقى ادخلها تحت الدواسة واكرنشها كده كورنيشة حلوة عشان تدي شكل حلو ويبقى شكلها جميل اهو. شايفين يا جماعة كده خلاص خلصت كده يا جماعة اهي. وابدأ بقى ايه اركبها على الحرف كده، واديها خط كده واخد الجيب من تحت. شايفين يا جماعة لازم الواحد يبقى دماغه شغالة كده، ما يوقفهاش، عشان لو وقفت والله الحياة كلها هتقف. انما انت لما بتشغليها بتلاقي والله العظيم المخ لما بيشتغل بيريح البني ادم كتير جدا، بيخليه مرتاح يعني جسديا وعصبيا وكل حاجة. انما انت هتريحي مخك هتلاقي نفسك تعبتي. لازم تشغلوه يا جماعة. بدأت هنا ركبته شيمة، وبعد كده عملت عرض الدواس عشان يدي برضو شكل حلو. هي مش هيبقى معاها فلوس يعني عشان تحطي فيه، احنا حاطينه بس للشكل والمنظر عشان محدش يقول لي انت ضيقتي الفتحة. وهبدأ كده اهو عملتها وركبتها اهي. بصوا ركبتها كلها وادي الجيب
هنا طبعا كده ببدأ بقى هتنيها كده، وعايزة اعرف العجز اللي ورا، عشان هعمل لها حتة كده واعمل لها وصلة من ورا، لان انا عايزة اكبر شوية الصدر عشان خاطر ايه تبقى حلوة. بس كده. عايزة اقول لكم يا جماعة الساعة دلوقتي 2:15 مساء بالليل ومش قادرة، بس قلت لازم اخلص الفيديو قبل ما ابني يصحى او يعمل اي حاجة، فمش عارفة انزل لكم حاجة ولا اعرف اسجل حاجة. اهو بدأت هنا، بصوا صفيتها كده شايفين، صفيت حتة مستطيلة كده هحطها من ورا اهي، حطيتها مع دي كده وهقلبها على ورا، احط الوش في الوش كده. مم. وامشي بيها خط مستقيم. طبعا كانت ناقصة صباع، فكده كده هتاخد في الخياطة، فمش هتبين، لان دي انا اصلا يعني برضو قصها كبيرة شوية، مش بالظبط يعني. هنا طبعا كده خيطت، ولازم يا جماعة في اي خياطة في بداية وفي النهاية لازم تعملوا عرض رجل، في البداية والنهاية تعملوا عرض رجل يا جماعة. هنا اهو بصوا خلاص كده، بثبت بس عليها تاني لان لقيت الخياطة بتاعت الكشكشة اللي انا كنت مكرنشاها باينة، فبدأت ان انا هنا اعمل. ويا جماعة ما حدش يكتب لي في الكومنتات ويقول لي شعرك باين، دي بندانة سمرا يا جماعة، بس عشان الطرحة اللي فوق فاتحة فباين ان ده شعر، انما ده مش شعري، ركزي فيها شوية هتعرفي ان هي بندانة. هنا بدأت بقى ان انا ايه اجمع كده الحتتين على بعض، واشوف كده شكلها يبقى النهائي عامل ازاي. بصوا اهي ده شكلها، وان شاء الله يبقى حلو. بصوا هو كده خلاص، وابدأ بقى اقفل معايا. وطبعا هنا ثبتها عشان خاطر ما تقلبش معاها في اللبس او في الغسيل ويبقى شكلها وحش. ما هو من اهم من الشغل ايه ضبط الشغل، مش هشتغل كده وخلاص. فجبت طبعا الحماد بتاعتي كده بشوف بس شكلها يبقى عامل ازاي. طبعا هنا انا غلطت غلطة ان انا جبت الحتتين على بعض ورحت قفلت، فانا طبعا انا مش عايزة اعمل كده، انا كده انا قفلت كده صح، بس من الجناب بقى انا مش بصوا اهي، عايزة اطلع حتة كده من قدام اهي، دي كده بصوا اهي شايفين. عايزة مش هخلي الكورنيشة في اول الصدر من فوق، لا انا عايزة انزلها 2 سنتي او 3 سنتي كده. فبدأت كده اصفي معايا الحتة زي ما انتوا شايفين، صفيتها اهي. وكده خلاص هقفل بقى من الجناب، وانا بقى بقلبها وعايزة اقفل من الجناب، فروحت عدلتها وهشتغلها بصوا كده، فهتبقى شكلها مش حلو، فهضطر ان انا افكها تاني واروح عدلها. طبعا انا ممكن كنت الحاجات دي كلها اعملها في المونتاج وانا بمنتج اهو وبعمل، بس لا بوريكم يا جماعة ان الواحد ممكن يغلط عادي، ده العادي، العادي ان الواحد يغلط، بس يعني مش العادي ان انت ما تتقبليش غلطك، لا انت لازم تتقبلي غلطك وتعرفي ازاي تصلحيه. لو ما عرفتيش ازاي تتقبلي غلطك، يبقى عمرك ما هتعرفي تعملي حاجة اصلا. هنا بدأت ان انا اقلب بقى الحتة معايا كده، وبعد ما هقلبها اكتشف بقى ان ايه الخطأ اللي انا عملته. بصوا اهو، هبدأ اجيبها يمين اجيبها شمال، لقيت الكشكال بتاع بصوا مقلوبة، ايه ده فيها حاجة غلط، مش هي دي اللي انا عايزاها يا عم الحاج. بصوا لا، فهبدأ بقى افك تاني اهو بصوا، عشان ده للأمانة بس يا جماعة، بوريكم ان اي حد ممكن يغلط، بس اهم حاجة الانثبات الانفعالي، ان انت ازاي تقدري ان انت تسيطري على نفسك، ما تتعصبيش ما تنرفزيش، تدي وقت لمخك ان هو يشتغل ويقدر ان هو يصلح الغلط اللي حصل. بس كده اهو بدأت ان انا افكها من جنبين، فكيت جنب وكده بفك الجنب التاني. وبصوا هنا انا عملتها بس عشان خاطر كان ابني حبيب قلبي بقى حصل معاه دروب كده، فقمت شفته وجيت رجعت على اساس ان انا مشغله الكاميرا، بس الكاميرا كانت واقفه ودوست على الزرار واصلا الزرار ما اشتغلش اهي. بصوا ببدأ كده بقى ايه افنش معايا بعمل شيمة كده على الجنبين، وهوريكم السنتي اللي فوق اللي انا سبته. بصوا انا ببدأ اصفيها كده اهو اهي، واشطبها بقى. بصوا اهو سنتي يا جماعة من فوق الجيب، بس سنتي من فوق الكشكشة. هبدأ بقى اجيب معايا الجيب كده. طبعا الفتحة الخياطة بتاعتي هخليها من الظهر، الخياطة من الظهر يا جماعة شايفين اهي اهي. بصوا وابدأ اعمل علامة كده في النص اللي قدام، وابدأ احط العلامة اللي انا علمتها
عند النص بتاع الجيب، نص الجيب. بص انا شفتها كده من فوق لقيت شكلها مش حلو، فهعملها من الحرف. ايوه كده بس. وهعملها شيمة، وكده كده انا مقفلاها على نضيف فمش هتعمل معايا اي حاجة اهي. بصوا، بالله عليكي قوليلي دوت انتي لو شفتيه في المحل او هتجيبيه من المحل هتجيبيه بكام؟ الصراحة انا قدرته 300 400 جنيه، لان خامته اللي هي الصوف مش خامته اللي هي الكارو، الكارو الصوف موبرة يا جماعة، مش اللي هي الخفيفة، لا تقيلة وحلوة وفيها مطاطية، يعني خامة حلوة مش خامة وحشة اهي. بصوا بدأت ان انا قفلتها، وبصوا الفستان يا جماله يا جماله، بدأ يظهر على الشاشة يا جماعة، صغيرة على الحب، عارفين اهو حلويات زمان دي. بدأت ان انا اجيب بقى الحمالات بتاعتي دي كده اهي، شايفين يا جماعة؟ والحمالة دي عرفتوا ليه بقى ان انا عملت السنتي اللي فوق ده؟ عشان احط عليه الحمالة. فبدأت ان انا بحط كده افتكرت ان انا كان عندي زرارين من في القماشة بتاعت بنتي اللي انا كنت عامله لها بيل في الدريس. طبعا انتوا لو متابعيني هتعرفوا انهي فستان انا قصدي عليه. قعدت ادور على الزراير الكبس دي مش لاقياها، يعني الواحد ما بيحب يدور حاجه بيدور عليها في ساعتها ما بيلاقيهاش لما بيكون عايزها، انما لما بيكونش عايزها بيلاقيها. قعدت ادور عليها شمال ويمين مش لاقيه خالص، فقلت يعني انا هقف عليها مش هقف عليها، انا هعمل الفستان بقى وبعد كده ممكن احطها كشكل كده من بره وخلاص. بدأت ان انا احط كده بقى معايا الحمالات واثبتها بالدواسة بتاعتي اهي الجميلة اهي، جميلة جدا وحلوة اهي. حطيتها وبدأت برضو ايه اثبت الحمالة التانية بتاعتي اهي، وهنا كده خلاص ثبت الحمالتين الحمد لله اهو. ما تبخليش بقى عليا بقى تشيري الفيديو كده لاصحابك عشان خاطر بقى ايه ناس كتير تستفاد، ما تبقيش بخيلة وتشيلي عندك بس كده وتحفظيه عندك والناس التانية ما تستفادش. خلي بالك هيبقى لك نفس الثواب بتاعي بالظبط لما تنشريه عندك عشان ناس كتير تستفاد منه. بصوا طبعا انا جبت بقى الحتة دي كده اللي تحت بتاعة الحمالة هسيبها كده، لا طبعا فلازما ايه لو انت عندك مكنة اوفر ممكن تروحي مسرفلاها وتانية على طول، بس انا مش عندي اقف يعني عليها، لا طبعا مش هقف على حاجة، هروح مدخلاها كده تانيها لجوه واروح ايه ماشية عليها خط من بره بس كده. بصوا اهي سهلة وبسيطة، قلتلكم ما تشوقفوش، شغلوه، شغلوا المخ كده على طول، والله انتوا لما تشغلوه انتوا الكسبانين اهو. بصوا كده، مع ان في الزمن بتاعنا ده في ناس بتبقى مريحة مخها وبتبقى ماشية معاها في السكينة في الحلاقة ومتعرفوش ازاي، بس الحمد لله دائما وابدا اهو. بدأت هنا بصوا افك برضو الحمالة التانية اهي، افكها بالراحة خالص عشان اشيل ايه الفرماتورة بتاعتي، لو انا عاملة فرماتورة والله مش فاكرة، بس هي ما كانش فيها فرماتورة، بس عشان النسيج بتاعها بس ما يبص معايا فبفكها بالراحة بس كده واتنيها لجوه ومش عليها شيمة واعمل الفرماتورة بتاعتي الجميلة بس كده اهو. تنيتها جوه بعض وعملت الفرماتورة بتاعتي بس كده، يعتبر الفستان معايا خلاص قرب يخلص، وكل ما بخلص فيه حاجة بيظهر لي حاجة تانية عشان اطلعه بالجمال والحلاوة اللي انتوا هتشوفوها في الاخر بتاعة الفيديو. واوعي تجري الفيديو اتفرج عليه كله عشان ايه تستفادي منه. بصوا بقى انا طبعا مش هثبتها دلوقتي ولا هركب فيها السكوتش، انا هركب فيها سكوتش كده من جوه واثبتها من جوه، الا لما تيجي عندي واقيسهولها واشوف الحمالة هي هتظبطها على ايه واقدر اسيب لها المسافة قد ايه وبعد كده اركبها لها، يعني هتبقى حاجة بسيطة خالص. او هي بقى لو عايزة كبسولة اركبها لها زي اشوفها هي يعني ايه المتاح ليها او هي اللي حباه وانا اعمله لها، عشان خاطر هي اللي يعني الام هي اللي هتلبس وكده، فعايزة اشوف ايه المريح ليها هي واعمله لها. بس كده طبعا اهو. بدأت ان انا اعدل الحمالات بتاعتي وما تجريش الفيديو على كده لان في خطوة تانية لسه هتتعمل، اوعي تجري الفيديو، انا عارفة ان انتوا بالكم مش طويل. هنا اهو بصوا اهو بحط الدبابيس بعدلها بس كده معايا كشكل بس عشان اقدر اظبط بقى الحاجة الاخيرة اللي هعملها فيه، لاني مش هعمل الجمال بس قدام ده، انا هعمل الجمال قدام وورا عشان اللي يشوفها من قدام يقول الله واللي يشوفها من ورا يقول الله، لا مش هقول الكلمة التانية، يقول الجمال والروعة دي. معلش يا جماعة ساعات الواحد كده لسانه بيغلط بس بيحاول ان هو ايه يصلح
من نفسه الحمد لله. بدأت ان انا جبت بقى الحتة دي ارميها، لا طبعا مش هرميها، هطلع منها فيونكة جميلة كده حلوة عشان اجمل الفستان من ورا ويبقى شكله حلو. بصوا هنا كده اهو، بدأت ان انا اقصها واشوف على عرض اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام الفلونكة اللي انا عايزاها، وهعملها على ايه بالظبط المسافة بتاعتها. بدأت احط الوش في الوش كده واخلي الظهر بس بتاعي، وكنت عايزة اعملها بدوران كده من الجنب بس ما يعني نفعتش معايا. يعني الواحد بيحب يعمل شوية اختراعات بس ساعات الاختراعات دي ما بتظبطش، بس عادي المهم ان هي شكلها يطلع حلو في الاخر وخلاص. هنا بقى ببدأ اقفل بقى ايه كلها كده على بعضيها، وبسيب بتاع 3 سنتي او 4 سنتي عشان اقلبها منها. بصوا اهي بقفل المربع بتاعي كله، وباجي ايه 3 سنتي او 4 سنتي هروح موقفة بس كده. بصوا يا جماعة مش قادرة عايزة انام، الواحد بيصحى والله بدري وبينام متأخر، بس الحمد لله دائما وابدا. اهو بصوا هنا بدأت ان انا افك الحتة دي عشان خاطر ايه اقلبها معايا. البتاعة كانت ضيقة جدا اهو. بصوا بفك غرزتين تاني اهو عشان اقلبها. هقلبها بقى وهلاقي شكلها مش قد كده، هروح قلبها تاني عشان خاطر اصغرها. لقيت كبيرة جدا وشكلها مش متناسق مع بعضيها، حسيت ان فيها حاجة غلط. ف هقلبها تاني، ده كمان بعد ما هقفلها يعني. بصوا هروح قافلاها كده واجي ابص عليها الاقيها فيها حاجة غلط مش مظبوطة. بصوا اهي بدأت ان انا اظبطها معايا كده، مفيش خالص مش مظبوطة خالص. ايه بصوا اروح جايبه المقص بتاعي بقى، تقرفيني على ايه ده انا خلاص مش قادره. رحت قصيتها وتنيتها كده لجوه اهي، واروح مديها الشيمه بتاعتي الجميله اللذيذه. وبس كده، وما تغلبيش نفسك ياما، اوعي تغلبي نفسك. خلي بالك انت كل ما بتخيطي وكل ما بتقعدي كل ما بتكتسبي خبره، كل ما بتلاقي في افكار بتجيلك كده يعني ما تعرفيش ازاي. يعني انت كل ما بتحبي الحاجه بتحبك، كل ما بتحاولي ان انت تتعلمي فيها حاجه بتعلمك مش حاجه واحده، بتعلمك حاجتين وتلاته. بس لازم تكوني بتحبي الحاجة دي عشان يبقى عندك طولة بال انت تتعلميها. يعني طبعا كنت بشطبها بقى وابدأ المها معايا كده زي ما انتوا شايفين، وابدأ احط معايا اللوكساية الجميلة دي اهي، وابدأ ادوس عليها من ورا كده هثبتها، بس هضيقها بس كده عليها اهي. بصوا بس كده ثبتها، واشيل بقى الزيادة بتاعتي دي كده بالمقص انا مش عايزاها اهي. بس بعدلها معايا كده واشوف شكلها يبقى ايه. اللهم بارك جميل جدا. خلي بالك الحاجة اللي بتتعمل بحب واهتمام بتطلع جميلة جدا والله، بتخلي الواحد كده واقف بيتفرج عليها كأنه بيتفرج على لوحة فنية. بصوا شايفين الجمال والحلاوة يا جماعة. ويا بقى تصدقوا ان انا نسيت اعمل لها سورتيت، والله لا اعملها لها. يعني بصوا انا بتفرج كده هعمل لها سورتيت، هتقولي يعني ايه سورتيت؟ استنوني في الفيديو الجاي هوريها لكم وهوريكم ازاي هعملها لها وشكلها يبقى حلو ان شاء الله. هنا بصوا اهو هبدأ بقى اثبتها معاها كده اهي. مش بقولكوا يا جماعه من كتر ما الواحد ما بيشتغل بتلاقي فيه افكار كده، طول ما انتي بتشغلي مخك والله العظيم مخك ده بتلاقيه بيجيبلك دهب كده والماظ، انما هتسيبيه هيصدي. على رأي المدرس بتاعي الله يرحمه ويسامحه ويغفر له ويجعل مأواه الجنة يا رب. هنا خلاص ثبتها اهو، وببدأ بقى اظبط معايا الفستان الجميل الحلو ده الشياكة. شايفين الأناقة؟ بصوا انا لو مامتها يعني وافقت ان هي تصور يعني اصورها وهي لابساه وانزلها لكم فيديو طبعا هعمل كده. بس طبعا في ناس ما بيرضوش يصوروا عيالهم، طبعا دي حرية شخصية. فانا هشوفها لو ريدت ان انا انزل لها البسه لها واقصه لها وتنزله فهنزله لكم اهو. بصوا اللهم بارك جميل جدا. ما تنسيش بدعوة حلوة. سلام.